سوق السيارات في مصر بيشهد موجة تخفيضات جامدة جدا. الدنيا في سوق السيارات المصري اتحركت بشكل كبير الفترة اللي فاتت بعد ما شركات عالمية ومحلية كتير بدأت تصنع وتجمع عربياتها في مصر. ده خلى المنافسة بين الوكلاء والمصنعين بتزيد، وطلعت موجة تخفيضات ضخمة على موديلات جديدة ومستعملة كتير. الحكاية دي جزء من خطة الدولة علشان تدعم الصناعة المحلية وتقلل الاستيراد. النتيجة كانت انخفاض اسعار فعلا بشكل ملحوظ، وفي بعض الحالات وصل التخفيض لمئات الالاف من الجنيهات. في كذا شركه كبيره دخلت السوق المصري خلال السنتين اللي فاتوا، سواء بانها فتحت مصانع جديده او زودت خطوط التجميع بتاعتها. من ابرز الشركات دي شيري الصينيه بدات تنتج موديلات اقتصاديه متوسطه في مصر، جي تور بتبيع عربيات الاس يو في اللي بتتجمع هنا، شيفروليه لسه مكمله في انتاج موديلاتها اللي بتستهدف العربيات العائليه الاس يو في والسيدان، جيلي دخلت السوق بخطط لتجميع عربياتها الصغيره والمتوسطه، هيونداي بتحاول تزود الانتاج المحلي من خلال شراكات بتعملها مع وكلائها. المهم الشركات دي ساعدت في تنويع العروض في السوق وخفضت تكاليف الاستيراد، وده خلى المنافسه في الاسعار تزيد، والضغط على وكلاء الشركات التانية اجبرهم هم كمان ان هم يخفضوا اسعارهم. مش كده وبس، لا ده سوق المستعمل كمان الاسعار فيه بدات تنزل بارقام كبيره، لكن طبعا نزول غير منظم وعشوائي. فممكن تلاقي مثلا واحد مزنوق محتاج يبيع عربيته في اسرع وقت وطبعا باي سعر، وده خلانا نشوف اسعار متفاوته لنفس النوع ونفس الموديل. والموضوع ده انا هعمل له فيديوهات كتير الفتره الجايه ان شاء الله، وهنتابع مع بعض اسعار المستعمل والزيرو ونشوف النزول مع بعض. عشان كده لازم تشترك في القناة وتفعل زر الإشعارات عشان توصلك تحديثات الأسعار. اقوى تخفيضات العربيات في مصر دلوقتي شيفروليه كابتيفا موديل 2025، الخصم بتاعها 350 الف جنيه. السعر الجديد للعربيه الخمس افراد 1,150,000 بدل 1,500,000، سبع افراد 1,200,000 بدل 1,550,000. العربيه الشيري تيجو 8 برو موديل 2026 دي جايه من بره، نزلت 225 الف جنيه، بقت الفئه العاديه بتاعتها بمليون 375، الفئه المميزه بمليون 475 الف. الجي تور داشنج 1600 سي سي لاكشري 2026 خصم 224 الف جنيه، بقت بمليون 415 الف. الجي تور اكس 90 بلس فيس ليفت موديل 2025 نزلت 194 الف جنيه، بقت بمليون 470 الف جنيه. الجي تور داشنج 1500 سي سي لاكشري 2026 التخفيض بتاعها بقى 189 الف جنيه، سعرها الجديد بقى مليون 250 الف. هيونداي توسان كل الفئات بتاعتها نزل عليها خصم لغايه 151 الف جنيه، اسعار الفئه الاساسيه بتاعتها بقت بمليون 600 الف، الفئه الفخمه ب 2 مليون و200. شيري تيجو 7 برو نزلت 140 الف جنيه، الفئه العاديه بتاعتها بمليون 130 الف، والفئه المميزه بمليون 230 الف. الجيلي ستار راي موديل 2025 نزل عليها خصم 100 الف جنيه، اسعارها الجديده بقت مليون 500 الف لغايه مليون 770 الف جنيه. الجي تور اكس 90 بلس فيس ليفت موديل 2026 نزل عليها تخفيض 124 الف جنيه، بقت بمليون 520 الف جنيه. الجي تور اكس 70 بلس موديل 2025 دي مصنعه في مصر نزلت 75 الف جنيه، بقت بمليون 130 الف جنيه. الجي تور تي 1 موديل 2026 الخصم بتاعها 30 الف، سعرها الجديد مليون 695 الف جنيه. جي تور تي 2 موديل 2026 نفس الخصم 30 الف، بقت بمليون 865 الف جنيه. العربيه شيفروليه اوبترا موديل 2026 نزلت 20 الف جنيه، وبقت الفئه العاديه بتاعتها ب 745 الف جنيه، الفئه الفاخره ب 770 الف جنيه. الشيري ايريزو 5 موديل 2026 عليها خصم 20 الف جنيه، اسعارها الجديده بقت ب 655 الف جنيه لحد 635 الف جنيه. الخلاصه الفرص الذهبيه للشراء هي الفتره اللي جايه، لان كل العربيات دي نزلت اسعارها جامد جدا. فلو بتفكر تشتري عربيه جديده تابعني عشان دلوقتي وقتها.